سنة 2013 في البرازيل كان بيعيش ماركوس ماستيناجا عنده 48 سنة مع مراته إليزا اللي عندها 38 سنة. ماركوس ما كانش شخص عادي، كان ملياردير أبا عن جد، وكان بيمتلك شركة كبيرة للمنتجات الغذائية اسمها يوكي. عشان كان شاطر جدا في شغله كبر الشركات وزود الثروة. وفي سنة 2013 عمل صفقة كبيرة كسب فيها مليار جنيه، لكن ملحقش حتى يستلمهم لأن ماركوس اتقتل بعد ما عمل الصفقة على طول. إليزا ما كانتش الزوجة الأولى لماركوس، كان متجوز قبلها ومستقر لسنين. بعد ما اتجوز مراته الأولى في فترة صغيرة بدأ يخونها وأكتر من مرة. قالوا أصحابه إنه من هو صغير وهو عنده عقدة، لأن رغم إنه هو غني جدا وناجح بس ما كانش جذاب أبدا للستات وكان دايما مرفوض. وهو كان بيبرر تصرفاته إنه اتسرع في جوازه وإنه اتجوز مراته الأولى لأن هي الوحيدة اللي كانت معجبة بيه، وبعد كده حس إن هو مش مندمج معاها ومش مبسوط. وقت جوازه الأولاني كان متعود يدخل على مواقع إلكترونية للتعارف بمقابل مادي. واحدة من اللي اتعرف عليهم كانت مراته إليزا. بدأت علاقتهم علاقة عابرة زي أي واحدة على الموقع. بعد كده اتعلق بيها وحبها وقرر إنه يطلق مراته واتجوز إليزا. وقتها كان عندها 38 سنة، وإليزا جاية من خلفية مختلفة تماما عنه. اتربت في بيئة فاسدة جدا وفقيرة جدا، وتعرضت في طفولتها لمشاكل كتير وحاجات صعبة واعتداءات. ولما كبرت شوية هربت من البيئة الفاسدة واشتغلت لفترة ممرضة، وحكت له انها ما قدرتش تكمل في شغل التمريض لان هي كانت عاطفية جدا. وبعدها قررت ان هي هتدرس القانون، لكن كانت محتاجة فلوس للجامعة والمعيشة، فاشتغلت على واحد من المواقع اللي هو اتعرف عليها فيها. وبالنسبة لها ده كان شغل مؤقت لغاية ما تقدر تخلص دراستها وتتخرج وتشتغل وتعيش حياة كويسة. المهم ان هما اتجوزوا وكانت حياتهم باينة في منتهى السعادة. ماركوس كان بيخبي عن أصحابه ومعارفه الطريقة اللي اتعرف بيها عن إليزا، وكان بيقدمها لهم على إنهم اتعرفوا في واحد من المطاعم المشهورة. لكن إليزا بسرعة جدا اندمجت في المجتمع بتاعه وكانوا عايشين حياة سعيدة. كانت بتسافر معاه ومع أصحابه، وفي وقت قصير لفوا العالم وعملوا رحلات كتير، وكانوا بينزلوا في أفخم الفنادق وبيسهروا في أغلى المطاعم. وكمان كانت بتشاركوا في رحلات الصيد اللي بيحبها، واللي علمها ازاي تصطاد الحيوانات وكل حاجة عن رحلات الصيد. لما حسوا ان حياتهم مستقرة وان الاتنين ما عندهمش اطفال قبل كده قرروا ان هما يخلفوا اطفال. لكن اكتشفت إليزا ان عندها مشكلة وانها صعب تخلف، وبعد محاولات وعمليات جات لهم بيبي بنت وكانوا فرحانين بيها جدا. لغاية ما جه شهر مايو سنة 2012 الملياردير الناجح ملك صناعة الأغذية وابن أغنى عيلة في البرازيل اختفى بعد ما مضى صفقة ب1 مليار دولار. وأول نظرية كانت للبوليس وقتها إنه اتخطف لسبب خاص بالشغل، أو حتى بسبب الفدية بعد ما اتسلطت عليه الأضواء بسبب الصفقة الأخيرة. بدأت التحقيقات والبوليس بدأ يسأل إليزا عن روتينه كل يوم، بيعمل إيه، مين أصحابه، مين أعدائه، متعود يروح فين. وحكت لهم إنه يوم ما اختفى قال لها إنه عنده ميتنج وخرج بالليل، وقال لها إنه عنده اجتماع تاني يوم الصبح بدري، وإنه لو طول في اجتماع بالليل هيضطر يبات في المكتب. فلما صحيت الصبح وما لقيتهوش توقعت ان الميتنج طول وانه اكيد بات في المكتب، لكن ماركوس ولا رجع البيت ولا موجود في المكتب. وفتشوا وحققوا في كل الاماكن، ما لقوش في بينه وبين اي حد خلاف كبير او عداوة كبيرة، كل العلاقات عادية. وكمان المكالمة اللي البوليس متوقعها من اي شخص يطلب منهم فدية او يطلب من اسرته فدية مش بتيجي. مفيش اي اثر ليه، مش موجود، مش لاقينه في اي مكان، ولا في أي خيط يوصلهم لأي حاجة. وفي يوم راحت إليزا لمامته وباباه وقالت لهم إن هي عايزة تحكي لهم حاجة خبتها عن البوليس. فاجئتهم وقالت لهم إن ماركوس مش مختفي. حكت لهم إن من حوالي 2 سنين اكتشفت إن ماركوس بيخونها زي ما كان بيعمل مع مراته الأولى بالظبط. وفي الوقت اللي قررت فيه إن هي تسيبه اكتشفت إن العملية نجحت وإن هي حامل. وكانت مفاجأة حلوة لأنها كانت تقريبا فاقدة الأمل، وبعد ما هو ترجاها وافقت إنها تديله فرصة تانية. وحكت لهم إن من وقتها وهو مخلص وعايشين في سعادة لغاية قبل ما يختفي بشهر بدأت تشك فيه تاني،
في الوقت ده جدة إليزا كانت تعبانة جدا، فقررت إليزا إنها تسافر لمدة أسبوع في مدينة تانية تزور جدتها، وفكرت إن هو ده الوقت المناسب اللي تتأكد فيه من شكوكها. لو كان فعلا بيخونها هيظهر كل حاجة وهي مش موجودة، فقررت إن هي تأجر شخص يراقبه ويصوره ويكتب لها يوم بيوم مين اللي قابله وإيه اللي بيحصل. وحكت لهم قد ايه هي اتصدمت لما رجعت واكتشفت ان ماركوس بيخونها كل يوم هي كانت غايبة فيه. بيخونها مع واحدة اسمها ناتاليا اتعرف عليها من نفس الموقع اللي اتعرف عليه على إليزا، وبيروح معاها نفس الأماكن ويسهروا في نفس المطاعم، وكمان بيقعد معاها على نفس الترابيزة اللي كان بيقعد فيها مع إليزا. وحكت لأهله قد ايه هي كانت مصدومة وحاسة ان هي مع شخص مريض، وانها واجهته بالفيديوهات والصور اللي معاها، ولما معرفش يدافع عن نفسه لم شنطة هدومه ومشي. عشان كده هو ولا مخطوف ولا مختفي، هو مشي بمزاجه. أهله كانوا مصدومين جدا وقالوا لها ان هم مستغربين، هم مربوهوش ابدا ان هو يكون خاين او ظالم بالشكل ده، وان هم هيقفوا جنبها ويدعموها وكمان هيوفروا لها كل الامكانيات المادية. وبعد اسبوع ماركوس بعت ايميل لاخوه بيطمنه فيه على احواله، وبيقوله فيه يطلب من مامته ان هي تسامحه وما تزعلش منه، ومن إليزا كمان ان هي تسامحه. المهم البوليس خلاص عرف، وبالنسبة لهم مفيش قضية ولا في حد في خطر ولا في حد مفقود، لغاية ما عدى اسبوع. وكانت المفاجأة لما البوليس لقوا جثة وتأكدوا ان هي جثة ماركوس. الجثة كانت متقطعة أجزاء ومحطوطة في أكياس بلاستيك ومرمية في حتت متفرقة في حقل متطرف. شكوا فيه لأن المكان كان كله من الناس البسطة، والجثة كانت لابسة ملابس من أغلى الماركات. قدروا يحددوا سبب الوفاة لما لقوا الراس، وكان مضروب بطلقة عيار ناري واحدة في الجمجمة. أول معلومة جت من الطب الشرعي إن اللي عمل كده عنده فكرة أو خلفية عن علم التشريح من طريقة تقطيع الجثة. وبدأ البوليس اللي ما عندوش أي أدلة ولا أي مشتبه بيهم إنه يفرغ الكاميرات اللي موجودة في مكتبه وبيته. بدأوا بكاميرات المبنى اللي هو كان عايش فيه. إليزا كانت آخر شخص شافه، وكانوا عايزين يشوفوا لابس إيه، كان بيتصرف بطريقة طبيعية ولا لأ. ولقوا إنه كان بنفس اللبس اللي لقوه مقتول بيه، يعني غالبا هو اتقتل في نفس اليوم. الكاميرات بينت ماركوس وهو بيستقبل مراته وبنته وهما راجعين من السفر وبيوصلهم. شكلهم كان طبيعي، وكان في الوقت ده إليزا لسه ما واجهتهوش بالفيديوهات وما قالتلوش إن هي عرفت إنه بيخونها. وظهر في الكاميرات بعدها بشوية، كان نازل عشان يستلم الأكل اللي كانوا طالبينه، واستلم الأكل ورجع تاني لبيته، ومن وقتها ما ظهرش خالص في أي كاميرا. كل حاجة بتبين إنه ما خرجش أصلا من شقته تاني. وتاني يوم الصبح بينت الكاميرات إن إليزا خرجت من الشقة ومعاها 3 شنط سفر كبار، وكان باين إن هي بتجرهم وإنهم تقال. وخرجت من المبنى كله بالشنط، لكن بعد شوية رجعت تاني لبيتها من غير ولا شنطة. وبعد اللي البوليس شافوا في الكاميرات بقوا متأكدين إن ماركوس خرج من شقته جثة متقطعة، وإن إليزا هي اللي قتلته. قبضوا على إليزا اللي أنكرت في الأول، لكن بعد شوية انهارت واعترفت بكل اللي حصل يوميها، وقالت لهم إن هما كانوا بيتخانقوا ليلتها طول الليل. قالت إنه استفزها جدا لما لقيته بيتكلم في التليفون وعامل نفسه بيكلم باباه، وقال لها إن باباه عايزه وإنه مضطر ينزل بعد العشاء، وهي كانت متأكدة إنه رايح يقابل صاحبته الجديدة. وقالت إن هي أول ما واجهته اتفاجئت إنه بيتصرف بطريقة غير شخصيته، وإنه بقى شخص همجي جدا. فضل يزعق ويقول لها إن هي مجنونة وبيتهيأ لها وإن هي بتتهمه بحاجات مش موجودة. ولما صممت وقالت له إن هي هتسيبه، قال لها لو سبتيني مش هتاخدي بنتك، وإن هو هيتهمها في المحكمة إن هي مش مؤهلة إنها تاخد حضانة بنتها. حكت إليزا إن رغم إن جوازهم كان بيبان سعيد جدا وحياتها مرفهة جدا، بس هو دايما كان عنده مشكلة مع الماضي بتاعها، وكان دايما بيتهمها إن هي مش مثل كويس لبنتهم، وكمان كان بيشك فيها لو اتأخرت أو لو كلمت أي صديق راجل. وحكت لهم إليزا إن في الوقت ده لما اتفاجئت بيه إنه بدل ما يعتذر لها ويطلب منها إن هي تسامحه، لا هو بيهاجمها وبيهددها إنه ياخد منها بنتها لو سابته، وكمان كان همجي وعنيف. وقالت إنه كان أول مرة يضربها على وشها، وحكت إنه وقتها كانت شايفاه زي الشيطان قدامها، نتملك منها الغضب لدرجة إنها مش فاكرة إيه اللي حصل، وإنها اتفاجئت بنفسها ماسكة المسدس وبتوجهه عليه،
وهو وقف يكمل استفزاز فيها وقال لها لو تقدري تضربي اضربي. وللأسف ضربت وقتلت جوزها، الرصاصة جت في دماغه وقتلته فورا. في اللحظة اللي وقع قدامها قتيل واكتشفت ان كل حاجة انتهت ومفيش رجوع، وفكرت ان بنتها محتاجة لها وان هي تتحرم من الأب والأم، فقررت ان هي تحاول تتخلص من الجثة وتهرب من الجريمة اللي عملتها. وما فكرتش في حل غير ان هي تقطعه وتحطه في اكياس بلاستيك، وزي ما الطب الشرعي قال عملت كده ببراعة، مش بس عشان هي كانت بتشتغل ممرضة في وقت من الاوقات، لكن كمان عشان كان عندها كل الادوات اللي كانوا بيستخدموها في الصيد، واللي ماركوس كان معلمها كويس ازاي تستخدمها وازاي تقطع بيها الحيوانات. القضية كان عليها جدل كبير وكان عليها خلاف في الرأي كبير، وناس كانت متعاطفة معاها وناس كانت ضدها وبتتهمها انها مخططة لكل ده عشان تقتله وتاخد فلوسه، وناس ادعت انه كان شاكك فيها وان شكوكه كانت في محلها، لكن ده ما اثبتوش صحته. اثبتوا من التحريات ان هي كانت مخلصة ليه من يوم ما اتجوزته، وكمان عملوا تحليل DNA لبنته عشان يتأكدوا انها بنته وانه هو اللي كان بيخونها. غير ان هي مش محتاجة تقتله عشان تاخد فلوسه، لان هو خلى حالتها المادية اتغيرت خالص من اول يوم اتجوزها فيه. لكن في نفس الوقت كل الشهود شهدوا انه مش ممكن يكون ضربها، وان ده بعيد عن شخصيته جدا مهما تنرفز، وهي نفسها شهدت بكده، غير ان مفيش اي اثر على وشها او جسمها لاي عنف. ودي حاجة بتفرق جدا في محاكمتها، لان هي لو اتعرضت لاي نوع من انواع الايذاء الجسدي حتى ولو بسيط ممكن تتخفف العقوبة جدا او يعتبروها دفاع عن النفس، فاتهمتها النيابة ان هي ادعت كده عشان تخفف العقوبة او تهرب من العقوبة. وفي آراء تانية كتير بتقول إن لو هي فعلا لحظة استفزاز وخرجت عن شعورها، إزاي قدرت بعدها لساعات تقعد تقطع في الجثة وتتخلص منها وتبعت إيميل مزيف وتكذب عليهم وتمثل إن هي مستنياه، وكل اللي حصل ده بكل تحكم في الأعصاب. النيابة كمان قالت إن تقرير الطب الشرعي بيقول إن الرصاصة كانت من أعلى الراس وهو أطول منها بكتير، يعني ده معناه ان هو كان في وضع آمن وقت ما ضربته بالرصاص، كان قاعد او نايم، يعني ما كانش في حالة مواجهة معاها زي ما قالت ولا كانوا بيتخانقوا، لكن ده ما كانش دليل كفاية عند القاضي. إليزا ما اتحكمش عليها بالإعدام لأن كان في خيانة زوجية وكان في تهديد بالحرمان من بنتها. اتحكم عليها بالسجن لمدة ما تزيدش عن 20 سنة، هتخرج سنة 2035. أما بنتها فتربت مع مامته وباباها.